ضربه ركنيه رايح لها امير الصابر. نزل ورده يا كابتن والله. يلعب على طول امير وجول مصطفى ريشه. مصطفى ريشه علي ولا علي بقى يا ولد احمد علي. قلت لك لعيب كبير لعيب كبير لعيب كبير. انفراد انفراد جول 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 عالمي. هدف عالمي الفن. بل 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 بسم الله الرحمن الرحيم. معاقب انتهاء مباراة نادينا نادي الشنواني مع نادي اشمون بالجولة 18 ضمن مباراة دوري القسم الثالث المجموعة الثامنة مجموعة المنوفية والشرقية، وفوز غالي وثمين لفريقنا النهارده يعني بعد تعثر بقى فترات كبيرة من يعني هنقول عدم التوفيق زائد بقى الاخطاء التحكيمية، لكن الحمد لله يعني كل الاحداث دي كلها طبعا يعني صلاح كان محطوط تحت ضغط كبير، وفاة والده زي ما قلنا. ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. الماتش اللي فات بيفوز على الشرقيه في الشرقيه، والنهارده بيفوز على اشمون خطه ثابته ان شاء الله. الاول بنبارك لك بالفوز النهارده بثلاث نقاط غاليه. حبيبي يا كابتن صبحي الله يبارك فيك. دايما وشك حلو عليا انت وكابتن انور. الله يبارك فيك يا كابتن. يعني الحمد لله احنا قلنا هناخدها خطوه خطوه. الفرق كان كبير 10 بونت، كانوا بصراحه يحمدوا اي حد، ولكن انا يعني مش هجيب بقى حجه التحكيم واقول ان انا رايح مني اكتر من 14 بونت مش غلطات تحكيميه، لا اجوان شرعيه. في فرق ما بين غلطه تحكيميه ليا وعليا في نص الملعب اوت فاول بتاع، انما جون شرعي. الحكم الملعب يقول جون والراي يقول له اوفسايد، قبل كده الراي يحسب بيلين والحكم يعني بصراحه حاجات. 4 ضربات جزاء في كلهم في الدقيقه 96. حاجه صعبه جدا. 3 اجوان شرعيين ملغيين، والحكام للاسف بتعترف بيهم بعد الماتش، بس انا ما استفدتش حاجه. شلنا الكلام ده من دماغنا، واول ما ربنا كرم ابتدينا خطوه خطوه. يعني مش عايز اقول زي الدور الاول كنت انا بقى الشرقيه بتكسب، دلوقتي الشرقيه بتوع انا بكسب. هي دي ميزه الكوره، ودي حلاوه الكوره، ودي حلاوه المنافسه انها تفضل لحد اخر الدوري. فبقول الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا عز وجل. وبهدي الفوز طبعا روح والدي ربنا يرحمه يا رب، وبهدي الفوز لمجلس الاداره واللعيبه، وبشكر الحاج محمد والحاج رضا. انتوا شفتوا الروح اللي ما بيننا وما بين مجلس الاداره وما بيننا وما بين اللعيبه. في روح جميله في الشنواني. اول سنه بعد الصعود من الرابعه في الثالثه ان انت تنافس بالقوه ديت وبالحماس دوت، حاجه مشرفه للمنوفيه. بقول ربنا يكملها على خير، ويبقى عندنا فرقه زياده كمان في الدوري الممتاز به باسم الشنواني. خطوه وماشيين في الاتجاه الصح. قبل كده الحمد لله وعدنا بالصعود، وان شاء الله قلنا للصعود الثاني على التوالي. يا رب يكملها لنا على خير كلنا يا رب. الناس كلها في ظهر الشنواني دلوقتي، حتى يعني كل محبين المنوفيه زي ما اتجمعوا قبل كده على حب نادي الجمهوريه وصعود نادي الجمهوريه، ان شاء الله السنه دي متجمعين على حب نادي الشنواني وصعود نادي الشنواني. بشكر كل الناس اللي ساندتنا، وكل الناس اللي بتقف في ظهرنا، وكل الناس اللي بتتكلم علينا كلمه حلوه، حتى كل الناس اللي بتنقد بس نقد بناء يعني بيبقى لمصلحتنا، ببقى مبسوط بيه جدا. طبيعي ان انت بيبقى عندك شويه ديفوهات في الماتشات، ممكن ساعات تبقى مركز، ممكن مش مركز، ممكن تغيير يقلب لك الملعب زي ما حصل النهارده، ممكن تغيير تنزله مش موفق. ده دي شرعيه الكوره يعني الحمد لله. فبقول يا رب تكمل على خير كده يا كابتن صبحي، والشنواني يبقى في الممتاز بيه باذن الله. النهارده بعد الهدف اللي دخل في الفريق طبعا في الشوط الاول، هادي برضو بتكمل اكيد دوتش سخن للاعيبه ما بين الشوطين طبعا، عشان طبعا كان الاداء في توتر، في سرعه متسربعه يعني في متسرع على الهدف. قلت لهم ايه طبعا نزلوا الشوط الثاني متغيرين تماما. طبعا التوتر ده امر طبيعي، بالذات للفرقه اللي بتنافس على الصعود زي الفرقه اللي بتنافس على الهبوط. في توتر في الملعب، كله بيلعب على 3 بونت. فانا دخلت قلت للعيبه نهدى نلعب كورتنا. اشمون بتلعب زون ديفنس جامد جدا من اول ربع ساعه، وانا قلت لهم من الاول، قلت لهم يعني ربما يكون خطه مدرب خطه لعيبه بلعب زون ديفنس وبلعب على المرتده. لو خد بونت من الشنواني برده هو هيبقى مكسب كويس ليه. اللعيبه اول ما جه فينا الجون اتوتروا، فانا هديت الدنيا شويه، ابتدوا يقلقوا، فابتدوا يلعبوا الكره العاليه الطويله. والكره العاليه الطويله طبعا انت عارف مش هتاكل عيش بالذات في ملاعب الترتال، لان الكره بتتفض، الملعب بيطب الكره جامد جدا. قلت له نهدى نلعب كورتنا، فكر في التعادل الاول ثم فكر في المكسب باذن الله.
جبنا التعادل خلاص، ابتدت اللعيبه تغير، يعني الحمد لله من الفكر بقى، انت جبت التعادل فابتديت تدور على المكسب. لكن لو انا فضلت العب على المكسب وانا خسران، يعني اعتقد انه ما كانش هيجي. يعني الحمد لله ربنا وفقنا في التغييرات، بنزول التغييرات كلها بصراحه. كله كرجاله النهارده، والروح عليت قوي 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 الشوط الثاني. ده فضل من ربنا علينا، وخدنا ال3 بونت، وده الاهم بالنسبه لنا. في وقت كده يا كابتن صبحي اثناء الدوري ممكن ما تفكرش في الاداء قوي، بتفكر في ال3 بونت، ولكن ال3 بونت في اخر رمق من الدوري بيبقوا صعبين، حتى لو بتلعب فرقه هابطه رسمي بيبقوا صعبين جدا. فده بقى دورنا احنا كجهاز ودور الاداره، ان احنا نهدي الدنيا، ويعني الحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته، فما نقلقش، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكملها لنا على خير باذن الله. باذن الله، وربنا يكرم بامر رب العالمين. 4 لقاءات جايين كاس باذن الله، ونتمنى لك التوفيق. يعني مش عايز شهادتنا فيك مجروح، مدير فني كبير يعني بصراحه من افضل المدربين في المنوفيه خلقا ويعني تدريبا، وبنتمنى لك، انت طبعا عارف يعني بعيد عن اي حاجه، بنتمنى لك تصعد بفريق زي ما جبته من الرابعه للثالثه، ان شاء الله من الثالثه للثانيه، وده باذن الله في المباراه القادمه بامر رب العالمين تكون مكسب كلها بامر الله ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن محمد. ده كان لقاءنا مع كابتن محمد صلاح طياره، طبعا المدير الفني لنادي الشنواني عقب انتهاء المباراه اليوم. طبعا الشكر للجميع، الشكر لكل متابعينا عبر الصفحه الرسميه نادي الشنواني والمركز الاعلامي نادي الشنواني، طبعا تنور السيد مصطفى صار ومحمد خليل اسلام سعيد، كل الشكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.